افلام كوميدية قديمة لازم تشوفها، ولو ما شفتهاش فاتك كتير. كمل معايا الفيديو عشان تعرف اقوى 5 افلام كوميدية لازم تتفرج عليهم. رقم 5 معانا فيلم نور الدين والبحار التلاتة. الفيلم من انتاج سنة 1944 من اخراج توجو مصراحي، والفيلم بطولة علي الكسار واسماعيل ياسين وليلى فوزي ومحمود المليجي ومحمود شكوكو ومحمد مصطفى. وبتحكي قصة الفيلم عن عثمان عبد الباسط، طبعا اشهر شخصية لعلي الكسار، ان هو عنده محل فطير وعنده 2 مساعدين. واحد من المساعدين بتوع ده هو اسماعيل ياسين، وعايش عيشة جحيم يعني واخر قرف، وحماته عامله مشاكل في البيت وهو عنده مشاكل في الشغل، وحياته بتزيد قرف لما بيزيد عليه الديون، وبيقرر ان هو ينتحر، وبيشاركوا الانتحار المساعدين الاتنين اللي معاه. لكن بيشوفهم احد البحارة وبيعرض عليهم ان هم يشتغلوا على المركب، والمركب بتوديهم لجزيرة، وبيقابلوا هناك ناس شريرة بيحاولوا يخطفوا الأميرة، وبيخشوا في مغامرات كبيرة، ومش عايز أحرق الفيلم أكتر من كده. رقم 4 معانا فيلم نهارك سعيد. فيلم موسيقي غنائي استعراضي كوميدي جامد ملوش زي ولا هيجي زيه تاني. الفيلم من تاريخ إصدار يناير 1955 من المخرج فطين عبد الوهاب، بطولة منير مراد وسعاد ثروت وعبد السلام النابلسي وسراج منير. وبتدور أحداث الفيلم مع ابن سراج منير اللي هو منير مراد، اللي هم عيلة أغنياء، لكن هو شايف ابنه فاشل ومش نافع، لكن ابنه بيحب الاستعراض المسرحي وبيحاول يثبت لابوه حاجة زي كده. وبتدور أحداث الفيلم بأنه هو بيحقق نجاح من خلال أحداث الفيلم. الفيلم فيه أغاني كتير وفيه استعراضات كتير وفيه مواقف كوميدية كتير، بنصحكم تتفرجوا عليه. رقم 3 معانا فيلم أفراح سنة الإصدار 1968 للمخرج أحمد بدرخان والكاتب يوسف عيسى. الفيلم بطولة حسن يوسف ونجلاء فتحي وعادل إمام وعادل أدهم وسعيد أبو بكر وثلاثي أضواء المسرح سعيد سمير غانم وجورج زيدهم والضيف أحمد. وبتدور الفيلم حول قصة توفيق اللي بيجسدها حسن يوسف، وهو إنه شاب فقير وعايش في البيت، وعمته بتتوفى وبيكون هو الوريث الشرعي ليها، وبيضطر يبيع أساس البيت كله عشان يسدد ديونه. وبيعرف بعد كده إن عمته كانت سايباله جوهرة ثمينة في أساس المنزل، وبيدور على اللي اشترى الأساس وبيلاقيه إن هو ودى الأساس في لبنان، وبيسافر لبنان عشان يدور على الجوهرة. وبتدور أحداث الفيلم في القصة ديت، ومش عايز أحرق أكتر من كده. رقم 2 معانا فيلم مليون جنيه. فيلم سنة إصدار 1953 من المخرج حسين فوزي، والفيلم بطولة نعيم عاكف ومحمود شكوكو وسيناد صدقي وعبد الفتاح الأسري ومحمود المليجي. والفيلم مليان بالأغاني الجميلة جدا زي ما عودتنا الفنانة نعيم عاكف. قصة الفيلم بيلاقي عمال البناء في بيت قديم كنز من الملوك زمان بتاع الملك زمرد أغا، وبيقدر ب1 مليون جنيه، لكن بيشترط على تقسيم التركة إن هو يتوزع على كل ورثائه بالتساوي، ولازم يكون مع بعض. والورثة بتاعته هم مختار عبد الجبار بدور محمود مليجي، ومرزوق أبو سنة بدور عبد الفتاح الأسري، وعائشة أم الخيل بدور زينات صدقي، ووفاء بدور سميرة أحمد، وفلافل بدور نعيم عاكف. واللي هي ما تعرفهمش ولا هم يعرفوها، لكن هي كانت بتعاني من الفقر مع صاحبها البرنس بدور محمود شكوكو، واللي هي لما بتعرف بترفض انها يستلموا كل واحد نصيبه، عشان هم كانوا لما ما يعرفهاش كانوا بيعاملوها بطريقة مش كويسة. لكن هي بتوافق وبترجع تاني في رأيها لما بتشوف المضيفة وفاء انها عايزة تساعد خطيبها المهندس فتحي حسني اللي هو بدور شكري سرحان في مشاريعه اللي بيحلم بيها. وكده رجعت فلافل عن رأيها وكل واحد استلم نصيبه. ورقم 1 معانا فيلم أنا الدكتور للمخرج عباس كامل، وبطولة فريد شوقي ونيلي ومحمد رضا وتوفيق الدقن، عادل إمام، حسن مصطفى، نادية سيف النصر وجورج سيدهم.
قصة الفيلم بتحكي عن ممرض بيشتري عيادة ويشتغل دكتور، وبيضحك على أهل القرية إن هم مرضى، وبيستغلهم إن هم مش عارفين حاجة، وبياخد من وراها فلوس. لكن بيتم القبض عليه لما الأهالي بتعرف إن هو بيبتزهم. لكن بيكون في بنت يتيمة واقعة في حبه وبتستناه لحد ما يخلص فترة العقوبة وبيتجوزوا. والفيلم فيه مواقف كوميدية كتيرة ومضحكة، والترتيب ده ملوش أي علاقة بأي حاجة في الدنيا. الترتيب ده مجرد ترتيب فيديو. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لنا عايز تشوف فيلم ايه تاني. سلام عليكم.